جايبه لكم النهارده وصفه تخطف العقل حلوه قوي. الوصفه دي كوريه اصليه. العيش الكوري بحشو مختلف وجميل جدا ان شاء الله. هتجربوها وهتعجبكم لاني انا بعملها كتير جدا لاولادي، من كتر حلاوتها هم اصلا بيطلبوها مني كتير. هنجيب عيش كايزر وهنشوف هنحشيه ايه. عايز تعمليه في البيت هنزل لكم الوصفه بتاعت العيش الكايزر في صندوق الوصف، اضغطوا على العنوان هيدخلكم على طول على طريقه العيش الكايزر. اول حاجه معايا هنبدا بالحشو. الحشو معايا كوبايه مليانه من الجبنه، عليها نص كوبايه من اللبن، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض كده لحد ما اوصل لقوام كريمي خالص. تحسي كده ان انتي الجبنه دابت كده مع اللبن، وصلتي لقوام كريمي كانك جايبه جبنه كريمي بالظبط. اي نوع جبنه في الوصفه دي انتوا تحبوه حطوه. يلا بينا نعمل صوص كده هنحطه على الوش علشان يحلي طعم العيش كمان. معايا معلقه توم كبيره، عليها ربطه كزبره صغيره خالص، او حوالي يعني نص كوبايه من الكزبره الخضراء، مع عليهم معلقتين زبده متدوبين على النار كده، وهحط رشه صغيره من الملح. تمام. هركنهم على جنب كده، وهبدا ان انا اجيب صينيه او صاج هيخش الفرن، واقطع العيش. بقطع العيش 4/4 من غير ما اوصل لتحت، يكون كده متفتح بس، يعني ما بوصلش للقاعده بتاعه العيش من تحت، انا بس بفتحه من على الوش كده عشان اعرف احشيه الحشو بتاعي. عندك بقى جبنه موتزاريلا، عندك رومي مبشور، عندك ميكس، انا كان عندي ميكس الحمد وحطيت كده منه. هبدا ان انا بقى احط الجبنه الكريمي بتاعتي دي في قلب كيس تلاجة او في قلب كيس حلواني زي ما انتوا عايزين، وببدا كده ان انا اصب حبه على قدي، ولما بتخلص باخد غيرها. شايفين القوام كريمي قد ايه؟ انا عايزاه بنفس القوام ده. هبدا بقى ان انا افتح العيش بتاعي واحشيه من حشو الجبنه دوت، هنشوف هنحط ايه بعد كده. هخلص بس كمية حشو الجبنة كلها في قلب كل فتحة من الفتحات. اعملوا كده علامة الزائد في العيش، وما بين كل فتحة حطوا حتة من الجبنة. هخلص بقى الكمية كلها، وهجيب الصوص اللي انا عملته، كان كزبرة خضراء وتوم وزبدة كل دول متقلبين مع بعض، والزبدة تكون متسيحة على النار عشان نعرف نوزعها براحتنا. يبقى توم، كزبرة خضراء، رشة ملح، وزبدة سايحة. هدهن كده على العيش من على الوش من على الجبنه، وهبدا ان انا احط الجبنه الميكس على الوش. دخلت بقى تحت الشوايه فقط، الجبنه تسيح بطلعها على طول. بس الزبده بالثوم بالكزبره ادوا كده، خلوا العيش كده مقرمش، فحلو قوي مع طعم الثوم والجبنه والجبنه الميكس. فبصراحه وصفه سريعه وحلوه، وتنفع جدا في لانش بوكس للمدرسه للاولاد. الثوم مغذي، مش هيحسوا بطعم الثوم في الوصفه دي خالص بسبب الجبن. هبدأ بقى ان انا اطلع العيش بتاعي على اي طبق تقديم، وتقدري تحطي معاهم كاتشب، تحطي بيبسي، قدمي لهم بالطريقه اللي انت عايزاها. فحلو جدا. ويلا بينا نفتح واحده كده ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. في اول الفيديو كان باين لكم الشكل عامل ازاي، فهي من بره مقرمشه ومن جوه طريه جدا. فيا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. دمتم بألف خير، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. لو بتتفرجي على الوصفة دي على الفيسبوك اعمل لها شير عشان الكل يستفاد منها. دمتم بألف خير، ومع السلامة.